نكمل بإذن الله تعالى سلسلة الأحاديث التي لا تصح نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها الحديث الأول: الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. قال ابن حجر: لا أعرفه في المقاصد الحسنة للسخاوي، وهو في تذكرة الموضوعات وفي الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة، فالحديث لا يصح. والحديث الثاني: من نام بعد العصر فاختلس عقله أو فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه. أورده ابن الجوزي في الموضوعات، والسيوطي في اللآلئ المصنوعة، والذهبي في ترتيب الموضوعات، فالحديث لا يصح. الحديث الثالث: من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني. قال الصنعاني أو قال الصغاني موضوع في كتابه الموضوعات، والألباني قال موضوع في السلسلة الضعيفة، فالحديث لا يصح. الحديث الرابع: من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني. حديث موضوع، قاله الذهبي في ترتيب الموضوعات، والصغاني في الموضوعات، والشوكاني في الفوائد المجموعة، فالحديث لا يصح. الحديث الخامس: من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي. قال ابن تيمية: ضعيف، قاعدة جليلة. قال الألباني: موضوع في الضعيفة، وانظر ذخيرة الحفاظ لابن القيسراني رحمه الله، فالحديث لا يصح. الحديث السادس: اختلاف أمتي رحمة، موضوع في الأسرار المرفوعة وتنزيه الشريعة، وقال الألباني: لا أصل له في الضعيفة، فالحديث لا يصح. الحديث السابع: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وفي لفظ: إنما أصحابي مثل النجوم فأيهم أخذتم بقوله اهتديتم. قال ابن حزم: خبر مكذوب موضوع باطل لم يصح قط، في كتاب الإحكام في أصول الأحكام. وقال الألباني: موضوع في السلسلة الضعيفة، وانظر جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، فالحديث لا يصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثامن: من عرف نفسه فقد عرف ربه. والحديث موضوع في الأسرار المرفوعة وتنزيه الشريعة وتذكرة الموضوعات، هذه الكتب يعني، فالحديث لا تصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث التاسع: أدبني ربي فأحسن تأديبي. قال ابن تيمية: لا يعرف له إسناد ثابت، في كتاب أحاديث القصاص، وأورده الشوكاني في الفوائد المجموعة، والفتني في تذكرة الموضوعات، فالحديث لا تصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث العاشر: الناس كلهم موتى إلا العالمون، والعالمون كلهم هلكى إلا العاملون، والعاملون كلهم غرقى إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. قال الصغاني: هذا الحديث مفترى ملحون، والصواب في الإعراب العالمين والعاملين في الموضوعات، وأورده الشوكاني في الفوائد المجموعة، والفتني في تذكرة الموضوعات، فالحديث لا تصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الحادي عشر: سؤر المؤمن شفاء، لا أصل له في الأسرار المرفوعة وفي كشف الخفاء وفي الضعيفة، فالحديث لا يصح. الثاني عشر: إذا رأيتم الرايات السود خرجت من قبل خرسان فأتوها ولو حبوا،
فإن فيها خليفة الله المهدي، ضعيف، في المنار المنيف لابن القيم، والموضوعات لابن الجوزي، وتذكرة الموضوعات، فالحديث لا تصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. 13 التائب حبيب الله لا أصل له، والأحاديث التي لا أصل لها في الإحياء للسبكي وفي الضعيفة أيضا. 14 أما إني لا أنسى ولكني أنسى لأشرع لا أصل له، الأحاديث التي لا أصل لها في الإحياء وفي الضعيفة للألباني رحمه الله. 15 الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا لا أصل له، في الأسرار المرفوعة وفي الفوائد المجموعة وفي تذكرة الموضوعات، فالحديث غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه بعض الأحاديث التي لا تصح نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم، ونكمل بإذن الله تعالى في لقاءات سابقة. جزاكم الله خيرا. لا تتحدث بهذه الأحاديث وتنسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.